السلام عليكم، أنا أشرف. تعالوا كده أخدكم معايا في رحلة لحياة سيدنا خالد بن الوليد. اتولد خالد بن الوليد سنة 30 قبل الهجرة، واللي كان بيوافق 592 ميلاديا، وكان أبوه الوليد بن المغيرة من أغنى أغنياء قريش. عايز أقول لك إن الراجل ده من كتر غناه كان بيكسو الكعبة عام لوحده، والعام اللي بعديه كان بيكسوه أهل قريش كلهم. ونسبه هو خالد بن الوليد بن المغيرة الخزمي القرشي، وكان بيلتقي في النسب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة بن كعب. بعد ما اتولد خالد بن الوليد أهله ودوه للبادية، ورجع خالد بن الوليد بعدها وهو عنده 5 سنين لأهله، وكان أصيب بمرض الجدري. وكان حاجة بسيطة ما كانتش مؤثرة عليه قوي، وشوفي منها سريعا، لكنها تركت بعض الندوب على خده الشمال. كان وصفه كالآتي عشان تتخيلوا بس كده معايا: طويل مفتول العضلات يميل للبياض، قص اللحية. قص اللحية دي معناها إن لحيته ما كانتش منتظمة بس كانت تقيلة. أقول لك بقى حاجة تبين لك الراجل ده كان قوي إزاي أو مدى قوته كانت عاملة إزاي. ابن الوليد بقى ده وسيدنا عمر بن الخطاب كان في حاجة مشهورة جدا في قريش في الوقت ده، أو بالنسبة للعرب في الوقت ده، اللي هي حاجة كده شبه المصارعة. فالاثنين تقاتلوا، وكان خالد بن الوليد وقتها عمره 14 سنة، وعمر بن الخطاب عمره 16 سنة. فاز عليه خالد بن الوليد، وكمان قدر ان هو يكسر رجله. كانوا شبه بعض جدا لدرجة ان ضعاف النظر في الوقت ده كانوا بيخلطوا بينهم، ما كانوش بيعرفوا مين خالد بن الوليد ومين عمر بن الخطاب. واول غزوة يحضرها خالد بن الوليد او يبقى موجود فيها هي غزوة بدر الأولى. هو ما كانش مشارك فيها عسكريا، بس أخوه الوليد بن الوليد كان مشارك فيها عسكريا. ولما انتصر المسلمين عليهم، اتاخد الوليد بن الوليد أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح خالد بن الوليد وأخوه هشام بن الوليد عشان خاطر يفتدوه عند الرسول. وده اللي حصل فعلا وخدوهم. بس بعدها رجع تاني الوليد بن الوليد ليثرب أعلن إسلامه. عشان تعرف ليه خالد بن الوليد كان فذ جدا عسكريا، أو ليه هو سيف الله المسلول، او ليه هو قائد عسكري جبار. اولا سيدنا خالد بن الوليد شارك في 100 معركه تقريبا على مدار عمره، ما خسرش منهم ولا معركه. خلينا نتكلم مثلا عن اول معركه. المعركه دي كانت معركه احد او غزوه احد. غزوه احد دي كانت الرسول وصى فيها رماة السهام اللي كانوا على جبل احد ان هم ما ينزلوش الا لو الرسول امرهم بده. الرماة اللي كانوا موجودين على جبل احد لما لقوا المشركين بيتقهقروا او بيرجعوا للخلف، بدأوا ينزلوا عشان ياخدوا الغنايم، وده كان عصيان صريح لأمر رسول الله. عمل ايه بقى؟ خالد بن الوليد كان مشارك في المعركة دي، وكان هو قائد الميمنة بتاعت جيش قريش في الوقت ده. فشاف رماة السهام وهم نازلين من على الجبل، راح لافف من حوالين الجبل وراح قتلهم، وحول هزيمة قريش في الوقت ده لانتصار بسبب بس ذكاء خالد بن الوليد وعصيان أوامر رسول الله. ودي كانت أول معركة واضحة شارك فيها خالد بن الوليد ما بين المشركين وما بين المسلمين، وكان في صف المشركين في الوقت ده. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة 8 هجرية، راح للوليد بن الوليد وقال له: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكاياته وحده مع المسلمين ضد المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. خد الرسالة الوليد بن الوليد قالها لخالد بن الوليد اللي كان ربنا شرح صدره للإسلام في الوقت ده، وعدى خالد بن الوليد على عكرمة بن أبي جهل وعلى صفوان بن أمية عشان ياخدهم معاه للإسلام، لكنهم رفضوا. راح رايح لعثمان بن طلحة، ووافق عثمان بن طلحة، وقرروا إن هما الاتنين يتحركوا ليثرب عشان يعلنوا إسلامهم. وقابلوا في الطريق وهم رايحين عمرو بن العاص اللي كان رايح عشان يعلن إسلامه هو كمان. وأول ما شافهم الرسول وأعلنوا إسلامهم، قال الرسول: إن مكة قد ألقت إلينا فلذات أكبادها. وكانت أول غزوة لخالد بن الوليد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت غزوة مؤتة. اللي حصل بقى في غزوة مؤتة دي إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان باعت رسول لحاكم البصره، الرسول ده قتل وهو رايح. فراح الرسول أعد 3000 جندي وحط على قيادتهم زيد بن حارثة، ووصى الرسول صلى الله عليه وسلم لو استشهد زيد بن حارثة اللي يكمل وراه جعفر بن أبي طالب، لو استشهد جعفر بن أبي طالب اللي يكمل من بعده عبد الله بن رواحة، ولو استشهد عبد الله بن رواحة المسلمين أو الجنود المسلمين يختاروا من ما بينهم قائد يقودهم. وده فعلا اللي حصل. اللي حصل بقى ان هم راحوا كانوا 3000 جندي، لما راحوا لقوا جيش الروم ساعتها كان 200,000 جندي. قعدوا يتشاوروا في الامر هل يبلغوا رسول الله ولا يكملوا. فزيد بن حارثه قال ان هم يكملوا، لكن بسبب ضعف العدد، احنا بنتكلم في 200,000 قصاد 3000، مات الثلاثه القاده اللي عينهم رسول الله.
واختار المسلمين في الوقت ده عشان يقودهم خالد بن الوليد، اللي عمل حاجة عبقرية جدا. سيدنا خالد بن الوليد بسبب قلة العدد نقل الميمنة للميسرة. الجيش كان عبارة عن ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، فنقل كل واحدة مكان التانية، بحيث إن الجنود الروم لما يروحوا بعد كده يشوفوا إن اللي قدامهم دول مش هم، والرايات تتغير، وخلى ناس ترجع ورا تعمل غبار طول الوقت عشان يبين إن الجيش ده كبير جدا أو إن جالهم مدد، وبكده يلقي الرعب في جيش الأعداء. وده فعلا اللي حصل. جيش الروم خاف جدا وبدأ ينسحب وانسحب، وفعلا رجع خالد بن الوليد لمكة بانتصاره على الجيش ده بعد ما الجيش انسحب، وأسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. والجدير بالذكر إن خالد بن الوليد كسر 9 سيوف في الغزوة دي. أنت متخيل؟ أنت كسرت 9 سيوف في الغزوة دي، ويقال إن هو قتل 5000 جندي في الغزوة دي. وبعدها بكام شهر نقض كفار قريش صلح الحديبية، اللي الرسول على إثره جهز جيش وراح عشان يدخل مكة، وجهز جيش من 10000 جندي، وقسم الجنود دول أو قسم الجيش ده ل4 سرايا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقود سرية منهم، وخالد بن الوليد كان بيقود سرية تانية، وأمر ال4 سرايا ما يخشوا كل سرية من باب من ال4 أبواب بتوع مكة. وده اللي حصل فعلا، وال3 سرايا سرية الرسول والسريتين التانيين دخلوا بدون أدنى مقاومة. أما السرية الرابعة بتاعت خالد بن الوليد قابلت مقاومة، وكان على رأس الجيش اللي بيقاومهم كان عكرمة بن أبي جهل. لكن في الآخر انتصر خالد بن الوليد بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة. وبعد ما قعد فيها بدأ يبعت الرسول سرايا عشان تدعو القبائل اللي حوالين مكة للإسلام. فبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد بسرية عبارة عن 350 جندي لبني جزيمة، وبلغوا إن هو ما يقاتلهمش خالص. فلما راح خالد بن الوليد لقاهم لابسين عتاد الحرب، لابسين الدروع وماسكين السيوف. لما عملوا كده امر سيدنا خالد بن الوليد بقتلهم. ودي الحاجه اللي اعترض عليها كتير جدا من الصحابه في الوقت ده، كانوا موجودين معاه في السريه دي. ولما وصل الكلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ايده للسماء وقال: اللهم اني ابرأ منك مما فعل خالد. وارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده سيدنا علي عشان يدفع دية الناس اللي ماتت دي. وشارك بعد كده خالد بن الوليد في غزوه حنين وتبوك. في غزوة حنين كان هو القائد، أصيب إصابات بالغة جدا لكنه في الآخر انتصر. أما بقى في غزوة تبوك فكان قائده وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل الرسول سيدنا خالد بن الوليد لمنطقة اسمها دوامة الجندل، وأثر هناك أكبد بن عبد الملك اللي دفع الجزية بعد كده وتصالح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة 10 هجريا أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد لمنطقة اسمها نجران، وقبل ما تقاتلهم ادعوهم للإسلام 3، ولو دخلوا في الإسلام يقيم فيهم خالد بن الوليد ويعلمهم أمور دينهم. وده فعلا اللي حصل. لما راح خالد بن الوليد دعاهم للإسلام، أسلم. بعت رسول لسيدنا رسول الله يقول له فيهم إن أهل نجران اتبعوا الإسلام، فأمر خالد بن الوليد إنه يقعد يعلمهم دينهم، يعلمهم أمور دينهم لحد ما يجي للرسول صلى الله عليه وسلم وفد من نجران ويشهروا إسلامهم. ودي كانت آخر حاجة بعد الرسول خالد بن الوليد فيها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لحد هنا انتهى فيديو النهارده اللي اتكلمنا فيه عن نشأة خالد بن الوليد وحروبه مع الرسول وحروبه قبل إسلامه. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن حروب الردة اللي خاضها خالد بن الوليد في عهد سيدنا أبو بكر وفي عهد سيدنا عمر، وهنتكلم عن وفاته، وهنتكلم عن مين اللي عزله عن قيادة الجيش وليه اتعزل أصلا. لحد هنا يا ريت لو عندك أي تعقيب سيبه لنا في الكومنتات، وتعمل لايك للفيديو، وتعمل كمان اشتراك في القناة. كان معاكم أشرف، السلام عليكم.